السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في أكلة هنية مع ماما وسلمى احنا هنعمل مع بعض وصفة السبانخ بالقوانص. تمام كده؟ طبعا السبانخ دوت الموسم بتاعه طبعا، ولابد من ان احنا نعمله يعني. تعالوا بينا نسمي الله وندخل الفيديو ونشوف مكونات وصفتنا النهارده. يلا بينا. بسم الله. ومعانا مكونات وصفتنا النهارده. معانا طبعا سبانخ زي ما انتم شايفين كده اهو، انا مقطعه حبه طبعا قبل ما اصور، وكمان عليها حزمه كزبره، ومعانا كمان بصلايه متوسطه كده، ومعانا حوالي 3 فصوص من الثوم كبار، ومعانا كمان شفشق من الطماطم، ومعانا هنا بقى ايه بابريكا وملح وفلفل وكزبره ومكعب مرق. تمام. ومعانا هنا قوانص. طبعا انا ايه هكمل تقطيع السبانخ ديت ونشوف بعدها هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، انا قلت لكم ان انا ايه هكمل تقطيع السبانخ. طبعا مش هما دول بس، لا ده في طبق تاني زي ده، لان ده كيلو من السبانخ. تمام. طبعا بقى بصوا بقيه الحمرة دي انا مش برميها. اهو كمل بقى التقطيع دي. طبعا انتوا عارفين السبانخ دوت الموسم بتاعه، فجميل جدا 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 ما شاء الله. حديد على طول، ما فيهوش كلام يعني. طبعا انا هكمل التقطيع دوت وبعدين بقى نروح على النار نشوف هنعمل ايه تاني. ممكن طبعا نجيب بلانشة ونقطع عليها، بس اقول لكم بصراحة انا مستعجلة. خلاص خلصنا اهو. احنا بقى ايه هنروح بقى على البوتاجاز ونشوف هنبتدي بايه. يلا بينا. يا حبايبي، انا حطيت معلقه سمنه في الحله كده، وحطيت القوانص، وحاطه ورق لورا كده، ولازم اسويها الاول، لازم تستوي او تبقى ايه داخله سوا. تمام. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اهو حبايبي، طبعا انا ايه يعني خلاها بشوحها كده زي ما قلت لكم، وبعدين السوا بتاعها بقى ده ايه هزود ميه تغلي بسيط لحد ما الاقيها ايه احس انها خلاص ايه قربت تستوي، يعني ايه 3/4 سوا كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه بعد كده. تمام. اهو حبايبي، بعد ما شلت القوانص اللي هي 3/4 سوا زي ما قلت لكم، انا بقى ايه بحمر البصلايه اللي قلت لكم عليها اللي كانت في المكونات مع الثوم. تمام كده. يا دوبك هتصفر واحط الطماطم على طول. وبعد يا حبايبي ما اصفرت كده هروح احط الطماطم. تمام كده.
ونحط كمان ايه التوابل بتاعتنا. وهنحط كمان مكعب الملح. وهنقلب بقى كده. انا معايا بقى شويه شوربه صغيرين كده احطهم بره. تمام. بس يا حبايبي انا حطيت كمان القوانص معاها مع الطماطم كده ايه تشرب منها. واول بقى ما تقصر الطماطم بتاعتنا هنروح ضايفين ايه السبانخ. تمام. شويه كده بس القوانص تشرب من الطماطم. اهو حبايبي دلوقتي بقى ايه انا هضيف السبانخ. تمام. انتوا عارفين ان هو بيبقى هايش كده ايه وبيدبل على طول في قلب الطماطم. بصوا يا حبايبي السبانخ بتاعتنا خلصت اهي. لسه جميله ازاي ولونها جميل ازاي. انا عامله لها بقى دقه ثوم زي الملوخيه كده، طشه يعني ايه كزبره مع الثوم مع معلقه سمنه صغيره اهي. تمام كده خلصت. وبعدين احنا بقى ايه هنغرف واوريهولكوا بقى في طبق التقديم. تمام. اهو حبايبي وصفتنا بعد ما خلصناها اللي هو السبانخ بالقوانص. تمام. بصوا شكله يفتح النفس ازاي. طبعا عملت جنب رز بشعريه كده زي ما انتم شايفين، وعملت جنب وكمان يعني في عيش ومخلل. وهي دي كانت وصفتنا النهارده. اذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.